انواع الرجاله اللي ما ينفعش ترتبطي بيها لاي سبب كان، حتى لو الشخص ده جاب لك حته من السما لحد عندك. اخر نوع ده اخطر نوع فيهم. اعملي لايك وشير للفيديو ده وتابع معايا الانواع اللي هقولها لك. الراجل البخيل، وده هتلاقيه بيفاصل في اي حاجه في حياتك. لو خارجين خروجه هيفاصل معاكي في المبلغ اللي هتدفعوه، لو جاب لك هديه هيختار لك الهديه الارخص، لو بتحاسبوا في مكان انتوا قاعدين فيه مع بعض مش بعيد يخليك انت اللي تحاسبي. والشخص ده بيكون بخيل المشاعر كمان، فما تقربيلوش. الراجل الكذاب، وده اي حاجه هيقولها لك هتبقى مبنيه على الكذب، بيهزر معاكي بيكذب، بيحكي لك عن حاجه بيكذب، اي حاجه هيقولها لك هتبقى مبنيه على كده، وده عمرك ما هتعرفي تبني حياه معاه. والشخص اللي هيكذب عليكي في اي تفصيله صغيره مهما كانت في حياتكم هيبقى كذاب في كل تفصيله كبيره في حياتكم، ومفيش علاقه هينفع تتبني على الكذب. الراجل العنيف والمتحكم، الشخصية دي دايما عايزة تفرض رأيها بالقوة، وممكن يوصل معاه الأمر المادي الإيد. هتلاقيه دايما بيتحكم في كل تصرفاتك، أي قرار بتحاولي إنك تاخديه هتلاقيه دايما فارض رأيه عليك، ويا ريته بيفرض رأيه ده بالحب، ده بيفرضه بالقوة وبالعنف. الشخص ده مش هيريحك، ابعدي عنه. الراجل اللي ما عندوش طموح، الشخص اللي ما عندوش هدف وما عندوش حاجة عاوز يحققها، دايما عايش وقابل بالوضع اللي هو عليه، مش هترتاحي معاه ومش هتعرفي تبني حياة ولا ليكي ولا لأولادك. الشخص الغير طموح الحياة معاه بتبقى مملة جدا، فإياكي والشخص ده. ابن امه، وده اي حاجه بتحصل في حياته حتى الكلمه الحلوه اللي هيقولها لك لازم يرجع لماما الاول. امه هتاخد قرارات حياته كلها، حتى اختيارك مش هو اللي هيختارك، هتكون والدته هي اللي مختاراك. الشخص اللي زي كده شخص خطير جدا في العلاقات، وما ينفعش لاي سبب كان تتجوزي ابن امه. الشخص الخاين، وده هيخليكي تفقدي ثقتك في نفسك، وخصوصا الخاين الباجح ده مش بس هيخليكي تفقدي ثقتك في نفسك، ده هيخليكي تحسي ان انت اللي وحشه وان انت اللي غلطانه وانك تستاهلي اللي حصل فيكي. لو قابلتي الشخص ده ابعدي عنه. الراجل الحقود والغيور منك، وده هتلاقيه دايما بيقلل من اي حاجه انت بتعمليها ناجحه، دايما عايز يشوف نفسه احسن منك، مش هيتقبل فكره ان انت ممكن تبقي احسن منه، وعمره ما هيسقف لك على حاجه حلوه انت عملتيها، دايما هيبقى شايف نفسه اقل منك، وده هيعود عليكي بالخراب. ما تقربيش منه. الراجل المستغل، وده اللي بيستغلك ماديا او عاطفيا وبيستنزفك وبيستغل اي حاجه تخصك، بيستغل ان انت طيبه، بيستغل ان انت عندك عيله كويسه، بيستغل ان اهلك محترمين، بيستغل ان انت في شغل كويس، بيستغل اي حاجه مميزه في حياتك علشان يوصل لاهدافه هو. الشخص ده لازم تبعدي عنه. اخر شخص فيهم، وده اخطرهم من وجهة نظري، الشخص عديم المسؤولية، وده اللي بنقول بين قوسين مش راجل. الشخص ده بيهرب من اي التزام بالمسؤولية وعنده مبررات، دايما عنده مبرر لهروبه. لو اتحطيتي في مشكلة وما وقفش جنبك هتلاقيه بيطلع مبرر هو ليه ما وقفش جنبك. لو احتجتيه او احتجتي تتسندي عليه في موقف ما في حياتك، لو في مشوار وعاوزاه يجيلك مش هتلاقيه جاي، وهتلاقيه دايما بيبرر عدم وجوده. الشخص اللي زي كده اسمه عديم المسؤولية، فإياكي ثم إياكي ثم إياكي تقربي منه. في النهاية ده كان رأيي أنا في الأشخاص دي. المهم رأيك أنت، شايفة إن حد من دول أنت ينفع ترتبطي بيه؟ وهل قابلتي حد من الشخصيات دي في حياتك؟ لايك للفيديو واكتبي لنا رأيك في تعليق.